صباح الخير، وحشتوني جدا وميرسي جدا على اهتمامكم باللي انا بقدمه، واللي بحاول ان انا تكون الاستفادة بينا متبادلة. كان في مواضيع كتير جدا شغلة دماغي بصراحة ان انا اتكلم فيها، بس اكتر موضوع متهيألي هو مسيطر على الساحة بينا احنا اولياء الامور، الابهات والامهات، ولادنا. بعدين تسأل نفسك كده، هو انا اللي بربي ابني ولا هو اللي بيربيني؟ هو ايه اللي بيحصل؟ هو انا ليه ابني طالع كده؟ انا تعبت في تربيته. ايه الاخطاء اللي هو بيعملها دي؟ ونفتكر زمان كده واحنا في بيوت اهالينا كنا دايما نقول ايه لما نشوف بابا وماما مثلا بيتصرفوا معانا بطريقه معينه: ايه القسوه دي؟ ازاي بابا وماما بيشدوا علينا كده؟ ليه بيعملوا كده؟ ده احنا لما هنبقى ابهات وامهات احنا هنتصرف بشكل مختلف تماما. بعدين تيجي بقى تدخل جوه التجربه وتلاقي نفسك لما بتخلف متخيل بقى ان انت هتطلع واو، ملاك عظيم. طبعا ده حلمنا، احنا بنتمنى لهم ده. اكنك ماسك عجينه ومعتقد ان انت اللي هتشكلها، واللي انا هقدمه للعجينه دي هي هتكون زي ما انا حطيت بصب قالب. طبعا لا، مفيش حاجه اسمها كده، لاني احنا كبشر كل واحد فينا حاله قائمه بذاته. في علم النفس في حاجه اسمها فروق فرديه، يعني انت حتى لو مخلف توأم بتلاقي كل واحد فيهم من التوأم ده طباع غير التاني. مخلف لك 3 4 اطفال وبتربيهم بنفس شخصيتك، ما هو انت اسلوب كلامك، اسلوب عطائك، اسلوب تفاعلك معاهم، ردود افعالك. وبعدين تتفاجئ ان عندك ولد زي السفنجة بيمتص كل كلمة انت بتقولها ومطيع جدا، وتلاقيه يعني طوعك زي ما بيقولوا، وبيحاول يعمل كل حاجة انت بتقوله عليها. وولد تاني يعني انت بتعتبره مصدر مشاكل واسلوبه وتصرفاته، ده جابها منين؟ ده مش شبهي، ده مش طريقتي، ده انا تعبت معاه وازاي طلع كده. بننسى ان احنا مخلفين بشر، احنا مش مخلفين ملايكة. لو انت استوعبت النقطة دي ان انت مش مخلف ملاك، انت مخلف انسان. ربنا خلق الانسان ده بتكوينه انه يغلط ويتعلم او ما يتعلمش من الغلط. يبقى انت ايه مشكلتك؟ بتتعب قوي، بتزعل قوي، ايه العيوب اللي عند ابني دي؟ ليه ابني يمكن اللي انت شايفه عيوب بالنسبة لتركيبة شخصيتك يمكن هي بالنسبة لناس تانية كتير مميزات. ليه احنا شايفانا ان هي عيوب اصلا؟ لو انا استوعبت ان ده تركيبة انسان قدام. يعني مثلا واحد دكتور عايز طبعا ولاده يطلعوا دكاترة مهندسين، حاجة برستيج عالي ومستوى، صح؟ يجي ابنك يقولك انا بابا بحب الميكانيكا مثلا. صدمة عمرك بقى، ازاي انا ابني ليه هيطلع ميكانيكي؟ هو مش هيطلع مجرم، الميكانيكا دي علم. يعني انت لما عربيتك دي بتبوظ انت بتوديها عند دكتور السنان مثلا، عند مهندس استشاري، ما انت بتوديها عند ميكانيكي، صح؟ ومش لازم ميكانيكي يبقى بليه، يعني يروح ويبقى صبي وما يتعلمش. لا، انا ما بقولش الكلام ده. انا بقول، انا اللي بقوله ان احنا نحترم ميول ولادنا، طموحهم، نقدر. عارفين كلمة تقدير دي كلمة سحرية جدا. لما يجي ابني يعرض عليا حلم او فكرة نفسه ان هو يعيشها او يمارسها، ما اسخرش منه لمجرد ان انا ما بحبهاش. اصل دي بعيدة عن تفكيري، دي بعيدة عن الخطة اللي انا مخططها لابني. حس بيه. مشكلتنا ان احنا ما بنحطش نفسنا مكانهم، مع اني واحنا في سنهم عملنا مصايب جدا، يمكن كنا اصعب منهم في ردود افعالنا على اهالينا وردود افعالنا على اي موقف احنا بنمر بيه، صح؟ خليه يمر بتجربته بنفسه. يعني في حاجة اسمها خبرة مباشرة. يعني مثلا أنا لو دقت الملح هعرف إنه حادق، أنا كده عملت خبرة مباشرة، أنا مارست الحاجة وأخدت النتيجة، صح؟ وفي حاجة اسمها خبرة غير مباشرة. يعني ما ينفعش أقول إيه لابني النار بتحرق خلي بالك، مش هصدقني جرب. لا، ما ينفعش. أقول له نط من البلكونة، لو نطيت هتموت. طب ما هو هيتعلم إيه بعدها بعد الدنيا ما تخرب؟ انا ممكن هنا في الوقت ده اديله خبرتي غير المباشره. لازم نحترم افكاره، قدراته. تكتشف وانت بتربي ولادك ان انت مش بتضيف وتشكل، انت بتهذب اللي ربنا خلق البني ادم ده عليه قدر المستطاع.
يعني مش هتوصل للنتيجة 100% برضو، صح؟ ما تعتبرش كل حاجة ابنك نفسه فيها عبء عليك. ناقشه، صاحبه، اتحاور معاه. طيب ما سمعش كلامك ووقع وعمل مشكلة ووقع، صاحب ولاد مش كويسين وجروه لسكة وحشة وتفاجئ بده وتوقف وانهار. اجي انا اقول له بقى ما انا قلت لك؟ لا، احضنه، فهمه ان طبيعي جدا ان الانسان يمر بمواقف مختلفة. علمه امتى يقف، يكون عنده القدرة ان يقول بس هنا ستوب، ويعمل عملية فلترة. يعني ايه فلترة؟ يعني هنا افكر انا استفدت ايه من الموقف ده، هستمر في السكة دي وهستفيد ايه، طب انا خسرت قد ايه. فهمه ان كل موقف بيعلمنا ان احنا نكون بنتولد من جديد. وعلى فكرة مش ولادنا بس، حتى احنا لحد ما بنموت واحنا بنتنقل من مرحلة فكرية لمرحلة فكرية بتكوين اتجاهات مختلفة. احترم ثقافة ابنك. يعني ايه ثقافة؟ ده ما بنمسكش كتاب. الثقافة مش كتاب بس، الثقافة انواع كتير جدا. يعني في حاجة اسمها الثقافة البصرية، وانت ماشي كده بالعربية بتاعتك وانت بتبص بتلاقي نفسك كل حاجة بتقع عليها عينك انت بتتعلم منها حاجة، دي ثقافة. الثقافة السمعية، كل حاجة انت بتسمعها بشكل ارادي او لا ارادي بتكون عندك مفهوم، دي ثقافة. مفيش حد فينا مش مثقف. يعني حتى الانسان البسيط اللي قاعد بيبيع مثلا جرجير على الارض، انسان بسيط جدا حاطط بسطة، هو عنده ثقافة. كل منا عنده ثقافة، تكوين مفاهيم. هل انت معتقد تقول لا ما انا وانا قد ما كنتش بعمل كده؟ مين قال ان هو اتعرض لنفس المؤثرات اللي انت اتعرضت لها؟ الانسان بيتربى ازاي؟ حسب المكونات البيئة. هي البيئة بيت بس؟ ده بيت وشارع وجامع ومدرسة وصحاب تعرفهم ومتعرفهمش، صح؟ ده كفاية السوشيال ميديا، كفاية قعدته على النت. يعني شوف بيتعلم وبيتثقف في امور ولا كانت تخطر في بالنا واحنا قدهم. يبقى لما يجي يغلط غلطة كبيرة او يجي يعرض عليا فكرة انا شايفها دي مصيبة هيعملها، بالراحة، افهم، حس بيه، شوف مدى ان انا اسيبه يجرب بنفسه. كل دوري ان انا اوجه قدر المستطاع وافهمه السكه اللي انت ماشي فيها دي ايه اقصى حاجه ممكن تخسرها فيها. علمه انه يعمل عمليه توازن دايما في تفكيره، ان هو ازاي يوازن بين اللي نفسه فيه وبين اللي المفروض. طب ايه المفروض ده بيتحدد ازاي؟ خلي عنده محك مهم جدا اساسي، الضمير. لو انت علمته من صغره ان هو يربي ضميره، انه يخاف ان ربنا يزعل منه. لو ربيت الضمير ده كائن حي جواك كده. لو انت علمت ابنك ان هو يكون رقيب نفسه، مفيش حد رقيب على حد، انت مش هتفضل وراه ولا ماسك له كرباج ولا الكلام ده، ما بيجيبش نتيجه وممكن يعاند اكتر. لكن لما هو يكون رقيب نفسه، يتعلم ان هو لما يغلط يندم ويستغفر، النتيجه هتكون مختلفه تماما. يبقى احنا اتفقنا على المبدأ، احنا ما بنخلفش ملايكة، احنا بنخلف بشر وانسان قائم بذاته، حالة قائمة بذاتها. احترم المساحة اللي بينك وبينه. مش معنى انه ابني او بنتي يبقى ملكي او احتكار خاص ليا، مفيش حاجة اسمها كده. لو بتفكر بالطريقة دي عمرك ما هتوصل لحاجة. لكن انت اعتبره انسان، هو امانة من عند الله، عبد من عباده، اتخلق تحت وصايتك، تحت سيطرتك انت، اللي المفروض تبقى كلها حب، احتواء، ود. لما الاقي ابني وقع ما افرحش فيه، لا ده انا ابكي عليه واخده في حضني واوقفه على رجليه بطريقه مناسبه ليه هو، مش مناسبه ليا. اتمنى من كل اب وام رفقا بولادنا، رفقا. وخد بالك ما تفتريش، لان الادوار بتتبدل. النهارده انت قوي، انت اللي قوي، انت اللي معاك فلوس، انت اللي جسمك اكبر واقوى، وهو حته عيل قدامك مثلا
وبياخد مصروفه منك. بكره هو اللي هيبقى كبير وقوي وهو اللي بيعرف يجيب فلوس، وانت مش قادر تشرب نفسك ميه. فضعيف اليوم هو قوي الغد، واللي بتسقيه النهارده هيسقيك بكره، واللي انت بتطبطب عليه النهارده هيطبطب عليك بكره. كل حاجه هتعملها النهارده هيديها لك بكره. شوف انت بقى حابب يديك ايه بكره، سبق بيه النهارده.